السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود. اليوم راح نديرو مع بعض مسكوتشو السنيوة بمقادير كما عودتكم مضبوطة، مقادير بسيطة بحبة بيض. راح نديرو كمية لبس بها تجي خفيفة تذوب في الفم. عندنا المقادير وطريقة التحضير. عندنا حبة تاع بيض، نديرو لها كاس تاع سكر. انا هنا كنت خلطتها بالبرا، تقدروا تستعملوا الفوي برك، يعني سرحتها باش نضربها مليح حتى يبيض معنا الخليط. هنا راح نزيد ندير كاس الاول تاع الحليب ونزيد نص كاس تاع الحليب، يعني كاس ونص. خلطوه مليح. دائما نحب نختصر لكم باش ما تملوش نتوما تفرجوا في الفيديو. درت مغرف تاع لافاني وسكرفشت حبة تاع قارص باش تعطينا الريحة مليحة. عندنا الزيت قدامكم، نص كاس تاع زيت، يعني ماشي نص يكون فارغ، نص يكون مليح. نديروها بالتدريج. مقاديرها جد بسيطة بنينة بالبزاف. ديروها يعني في وقت قصير تفرحوا بها وليداتكم في قهوة تاع العصر، خفيفة خفيفة لدرجة يعني متوقعوهاش. عندنا الكاس الاول تاع الفارينة مع 2 ساشي تاع خميرة. هاد الوصفة تاخد معانا 3 كيسان تاع فارينة، ما يكونوش بومبي. هنا خلط الكاس الاول، تغربلوها بطبيعة الحال كما العادة. هنا ضفت الكاس الثاني، هنا نحيت البرا يعني ما ساعدنيش في الخدمه، نقدر نكمل به. نحيته، استعملت الفوي الغيسيبيون اللي درتها شويه صغيره، ما قدرتش نخلط فيها. درت الكاس الثاني والكاس الثالث، 3 كيسان يكونوا معمرين مي ماشي بومبي، يعني عاديين. نخلطوها مليح ونوجدوا السنيوه ديالنا، نحطوها دكوتي. السنيوه تاعي اللي استعملتها 27/30، دهنتها بالزبده ودرت لها الفارينه مليح، كامل الفارينه باش ما تلصقليش، وفرغت فيها الخليط تاعي. يعني كلش راه واضح امامكم، طريقه ولا ابسط وبنه ولا اروع. هنا دخلتها طابت على 180 درجه. كي دخلت لها الكيردون لقيتها مليحه يعني طابت، شعلت لها من الفوق. هنا كنت درت انا شوكولاته تاع الطلي، نتوما تقدروا ديروا معجون، كنت خدمتها في الدار. تقدروا ديروا معجون، تقدروا ديروا يعني واش عندكم في الدار، واش تحبوا ديروا لها من فوق، تخلوها سامبل، تغربلوا عليها شي سكر غلاس، يعني واش كاين في الدار. كما انا ندير دائما واش عندي في الدار. درت لها شويه تاع كاوكاو، ماشي حاجه كان عندي في الدار، وقطعتها وراهي معنا واجده. يعني ولا اسهل، وصفه سهله بالبزاف وراح تفرحوا بها وليداتكم، وبنينه وخفيفه يعني لدرجه ما شاء الله. نقول لكم نتمنى تكون نالت اعجابكم وصفه نهار اليوم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه في وصفه اخرى ان شاء الله.